اقوى الحقائق اللي مستحيل كنت تعرفها عن صانع لعبة ماينكرافت. بس قبل ما نبلش اشترك في القناة وسوي لايك عشان تدعمني يا اسطورة. طبعا كلاعب ماينكرافت او فان حقيقي للعبة مستحيل ما تعرف صانع لعبة ماينكرافت واللي اسمه نوتش. نوتش صنع لعبة ماينكرافت سنة 2009 وما كان يتوقع انها راح تنشهر لهذه الدرجة، عشانها بحلول 5 سنين بس من صدورها جابت فوق المليار دولار من المبيعات، وصار نوتش مليونير بعدها. بس اللي ما تعرفه عن نوتش يا عزيزي المشاهد انه ما كان يبغى يبيع اللعبة لانها كانت مصدر الهام له ومصدر عيش، عشانه قبل سنوات نزل تغريدة قال فيها ابغى ابيع حصتي، وكان يمزح. بس اجت مايكروسوفت وعرضت عليه مبلغ خيالي واللي هو 2.4 مليار دولار. بعد ما ذاق نوتش الثراء الفاحش وبدون اهداف لان ماينكرافت ما صارت الهامه بعد الحين، صار يحس بالوحده وسوى كثير من التغريدات عن الوحده. ولكن في السنوات الاخيره مايكروسوفت ما صارت تعزمه على حفلاتها وصارت تمحي شخصيته من اللعبه شيئا فشيئا، والسبب انه ما يدعم الالوان. فيا عزيزي المشاهد اذا كنت تبغى تلعب ماينكرافت على الجوال بخلي لك رابط مباشر بدون اعلانات في قناه التليجرام واللي راح تلقاها